هل هذا الضخ، هل هذا التسارع اللي عم نحكي، هل الترندات السريعة اللي عم تطلع وتختفي، هدول الناس اللي عم بيحطموا أرقام ويرجعوا يختفوا فورا، هل عم بيقدروا يضيفوا للفن نفسه، الفن الموسيقي نفسه، لا إضافة؟ لا يعني ليش؟ أنا هون سؤالي، ليش؟ أنا بدي أفهم شو الشغلة اللي ناقصتهم ليكون في إضافة لجوهر الفن الموسيقي. مو مطلوب منهم يعملوا هيك، مو مطلوب. يعني تسمح لي أسرد هي السردة. بس أنا بخالف الرأي هون بنقطة. أنا برأيي إنه أولاً مش مطلوب من الشامي البوب ستار، أو لا مش البوب الستار، فعلا هو الستار الأول عربياً خلينا نقول حالياً، من الأوائل أتليست. مو مطلوب منه إنه هو عن جد يضيف للثقافة الموسيقية والحضارة الموسيقية السورية ولا البلاد الشامية. مو مطلوب منه يضيف عليها شيء جديد. هو النيش تبعه، هو الطريق اللي هو اختاره، أو الشيء اللي بيعمله مختلف. اللي برأيي اللي عم بصير كتير صعب تلاقي موسيقي قد ما كان أكاديمي وقد ما كان حدا تقيل من السوريين ولا غير السوريين، كتير صعب إنه نقتنع إنه هذا أضاف على الإندستري، أضاف على الموسيقى شيء، أضاف على الفن شيء. يعني هذا الشيء تقريبا مستحيل بعقلي. يعني راحت أيام إنك تضيف، راحت أيامها مطلقاً. يعني عم أحكي كلام شخصي. أنا برأيي عم بسألك إلك طبعا. يعني أنا برأيي إنه أنت عن جد تضيف على الفن، هذا مصطلح كتير كبير، صعب على الفنان إنه يعمله. ما في حدا يضيف.